لا تنسوا الاشتراك في قناتكم أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ، ما تنسوش دعمونا. ملخص أهداف ونتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. وأنهى ريال مدريد الشوط الأول من المواجهة القوية التي تجمعه مع مانشستر سيتي متقدما ب3 أهداف دون رد في اللقاء المقام على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في واحدة من أبرز قمم البطولة القارية هذا الموسم. وشهدت الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول تسجيل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد عن طريق النجم الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، الذي واصل تألقه اللافت خلال اللقاء بعدما تمكن من تسجيل 3 أهداف كاملة ليقود الفريق الملكي إلى إنهاء الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة. وبهذا الهدف أكمل فالفيردي الهاتريك خلال الشوط الأول من المباراة ليمنح ريال مدريد أفضلية كبيرة قبل انطلاق أحداث الشوط الثاني وسط أجواء حماسية داخل ملعب سانتياغو برنابيو الذي امتلأ بالجماهير الداعمة للفريق الملكي. ومع انطلاق المباراة دخل مانشستر سيتي اللقاء بأسلوب هجومي واضح، حيث حاول الفريق الإنجليزي فرض سيطرته على الكرة وبناء الهجمات من وسط الملعب، كما نجح في الوصول إلى مناطق ريال مدريد في أكثر من مناسبة خلال الدقائق الأولى من اللقاء. ورغم المحاولات المتكررة للفريق الإنجليزي، إلا أن لاعبيه لم ينجحوا في ترجمة الفرص إلى أهداف في ظل غياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى، وهو ما منح ريال مدريد فرصة للعودة إلى أجواء المباراة بأسلوبه المعتاد القائم على التنظيم الدفاعي والتحولات الهجومية السريعة. واعتمد ريال مدريد بشكل واضح على الهجمات المرتدة طوال الشوط الأول، حيث استغل الفريق المساحات التي ظهرت في دفاع مانشستر سيتي مع تقدم لاعبيه نحو الهجوم، وهو ما تسبب في ظهور العديد من الفرص الخطيرة للفريق الملكي. وفي المقابل عانى دفاع مانشستر سيتي من حالة ارتباك واضحة خلال بعض فترات الشوط الأول، الأمر الذي منح لاعبي ريال مدريد الفرصة لاستغلال المساحات والضغط على مرمى الفريق الإنجليزي. ورغم استمرار محاولات مانشستر سيتي للعودة إلى المباراة وتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن دفاعات ريال مدريد ظهرت بصورة منظمة ونجحت في الحفاظ على نظافة الشباك حتى نهاية النصف الأول من اللقاء. كما ظهر الحارس تيبو كورتوا بصورة مميزة خلال بعض اللحظات التي احتاج فيها الفريق إلى تدخلاته ليواصل الفريق الملكي الحفاظ على تقدمه حتى إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول. ومع انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد ب3 أهداف دون مقابل، يقترب الفريق الملكي خطوة مهمة نحو تحقيق نتيجة قوية في مباراة الذهاب، بينما سيكون مانشستر سيتي مطالبا بتقديم رد فعل قوي خلال الشوط الثاني إذا أراد العودة في النتيجة وتقليص الفارق في هذه القمة الأوروبية المرتقبة.